ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. طبعا مستمرين معاكم. انا عارف ان انتوا زهقتوا، معلش ما تزهقوش مني. مستمرين معاكم في حرب التصريحات يا جماعة. طبعا الحرب دي ما بتخلصش، وزي ما قلت لكم احنا طبعا في فترة توقف، مفيش اي رياضة. هو عموما حتى عندنا في الاوقات العادية مفيش رياضة في مصر يعني، ولا في كورة في مصر اساسا يعني. اللي بنلعبها دي مش كورة يعني. لكن حاليا خلاص حرفيا في توقف، ومفيش دلوقتي لعب ولا في كورة ولا في اي بطولات شغالة ولا اي حاجة. فطبعا اللي ظهر دلوقتي ايه؟ البرامج والتصريحات والبوم والطخ. تمام تمام. اول حاجه هنبدا. في تصريحات كده لمتحدث نادي الزمالك، متحدث باسم نادي الزمالك كابتن احمد سالم. طبعا ده معروف بتصريحاته برضه يعني خزعبليه شويه، لانه طبعا بينتمي لنادي معين بعينه. فلازم برضه يحامي للنادي ده حتى لو في الغلط يعني. آم، اول حاجه، المتحدث باسم نادي الزمالك احمد سالم بيقول لك: الاعلام حسسك ان الاهلي رايح يجيب كاس العالم، واللوايح بتتفصل له، وكنا ظالمين الحاج عامر حسين. الناس بتحاول تقلل من فوز الهلال السعودي وتقول لك جايب محترفين بكام وكلهم مش سعوديين، ما المان سيتي مش جايب لعيبة من حواري مانشستر. يا سلام عليك. طبعا دلوقتي مفيش حد قلل من فوز الهلال خالص. الهلال طبعا نادي عربي شقيق، واحنا مبسوطين جدا ان حتى اسمه نادي عربي، حتى مهما كان عدد المحترفين اللي فيه اسمه نادي عربي ووصل للمراحل دي وغلب نادي كبير زي مانشستر سيتي. فطبعا ده فخر للعرب كلهم، اكيد دي مفيش فيها خلاف ولا نقاش طبعا. احنا كلامنا يا استاذ احمد يا سالم على الاسقاطات بتاعتكم، ان انت دلوقتي ما بتحميش لنادي الهلال، ولا انت بتحب نادي الهلال ولا محب ليه اساسا. لا، هو الفكره كلها ان انت بتعمل اسقاط على الاهلي وبس، ان يا هلال انت اللي مشرف العرب، بس يا هلال انت اللي مفيش غيرك، يا كله اسقاط على النادي الاهلي مش اكتر. تمام. بس هي الفكره كلها ان انت مكايده في الاهلي بتشجع الهلال، ولا الهلال شايفك ولا الاهلي شايفك، وانت نادي اقل من الاثنين بمراحل. وهم كمان على فكره السعوديين المشجعين الهلال شايفينكم كده يعني. مشجعين الهلال بيحبوا مشجعين النادي الاهلي، ومشجعين الاهلي بيحبوا نادي الهلال، لان الانديه الاثنين زعماء، فالاثنين بيحبوا بعض، والاثنين بيتقربوا من بعض، لان ده زعيم اسيا وده زعيم افريقيا. فمفيش خلاف بين الاثنين. انت بس اللي كومبارس فاركن بعيد يعني. بيقول ايه تاني بقى؟ الدوري السعودي بعيدا عن رونالدو والاسماء الكبيره اللي ضمها يدرس وناس محترفين، ودوري ماشي زي الساعه. يا سلام عليك. طبعا دي حاجه ما فيش فيها خلاف، على فكره الكلام ده صح جدا. بيقول لك الخليج كله شاطر في انه يجيب احسن حد يعمل حاجه، واشطر حد في الحته دي سواء اجنبي او محلي، ما اختلفناش طبعا. ناس يعني ربنا مبارك لهم، ما شاء الله في فلوس، فطبيعي جدا انه يعمل احلى حاجه لبلده. وهو صح في كده على فكره، مش غلط. تمام. عشان كده الدوري السعودي ماشي زي الساعه، وحضور جماهيري كبير. مفيش حد اهو شوف بقى الاسقاط عن النادي الاهلي بقى. مفيش حد بيتفضل عن حد، مفيش لوائح تتفصل لحد في مصر. اسهل حاجه عندك يقول لك عدم اختصاص وتصدر الموضوع للفيفا. تمام. هو دلوقتي اهو خرج من حته انه بيشكر في الدوري السعودي وانه زي الساعه، الكلام ده جميل. بعد كده دخل في حته اصل اللوائح بتتفصل لناس، اصل ما اعرفش ايه، برضه بيلف ويدور ويعمل اسقاط على النادي الاهلي. يقول لك ايه تاني؟ الدوري السعودي ما فيهوش خصم 3 نقاط لناس وستة لناس تانية، لو الاهلي 3 بس وظروف قهرية، وستة البيراميدز لو عمل كده. يا سلام عليك، اهو برضه جاب سيرة الاهلي. مفيش فايدة يا جدعان يعني، اهو مفيش فايدة برضه يا عم. انت مش بتشكر في الدوري السعودي وبتقول الهلال مشرف الكرة السعودية والكرة العربية؟ ايه سيرة الاهلي دلوقتي وال3 نقط وال6 نقط وفكرة ان لوائح بتتفصل لناس وبتاع؟ اهدى شوية يا استاذ احمد، اهدى شوية. وبيقول لك ايه تاني؟ الدوري السعودي ما فيهوش حد بيلعبك بعد الصيام بنص ساعة لأغراض معينة أهو. كده هم يعني في أغراض معينة، فإحنا عشان كده الزمالك خسر الدوري اللي بعيد عن المنافسة بقاله 3 سنين. فإحنا بقى كلنا عايزين نخلي الزمالك بعيد عن المنافسة، لأن الزمالك ده تنين مجنح، لو رجع للمنافسة تاني هياكل الأخضر واليابس كالعادة يعني. الراجل اللي معاه 14 دوري والأهلي معاه 46، فالزمالك مسيطر جدا الصراحة. بيقول ايه؟ شكلنا كنا ظالمين الحاج عامر حسين، واضح انه ما كانش لشخصه ده اتجاه عام ماشي في الكوره يعني، بمعنى صح ان كلهم بيخدموا النادي الاهلي يعني. يا سلام عليك. يا سلام عليك. وبعدين تاني هرجع واقول لك، انت بتشكر في الكوره السعوديه، ايه اللي دخل عامر حسين ودخل الرياضه المصريه دلوقتي؟ ماشي. شوف تغطيه الاعلام السعودي وتغطيه الاعلام المصري للاهلي، وحسسوك انهم رايحين ياخدوا كاس العالم. يا باشا وايه المشكله؟ ايه المشكله لما فريق في بلدي مشرفها
غير الفرق العرر التانية، الفرق اللي ملهاش لازمة كلها. فريق هو اللي مشرفني، مشرف بلدي ومشرف تاريخ القارة كلها، ورايح يمثل مصر في كأس العالم. انت عملت نفسك ما تعرفوش، وكله يقول لك لا ده انا بشجع الزمالك بس، انا ماليش غير الزمالك. اهلي ايه اللي شجعه يا باشا؟ انا بحب الزمالك بس. صح كده؟ تمام ماشي. وبعدين ايه المشكله يا باشا لما الناس تروح او تعمل بروباجندا للاهلي مثلا، او ان هم يفخموا في الاهلي؟ ايه المشكله؟ ما في السعوديه بيفخموا في الهلال، وده الصح على فكره. خليك ورا فريق بلدك، ما ده اللي بيمثل بلدك. الهلال بيمثل السعوديه اولا ثم العرب ثانيا، زي الاهلي كذلك الوضع، بيمثل مصر اولا والعرب ثانيا برضه. فطبيعي يعني الناس تفتخر بيهم يعني. هو انت طلعت رحت البطوله دي واحنا قلنا الزمالك ضعيف والاهلي هو اللي قوي؟ ما انت تافه راكن بقالك 25 سنه مش عارف تخش بطوله دوليه. تمام. بيقول لك انا مش شمتان خالص، ولكن المنظومه ترجع الى الخلف. انت قعدت تمهد ان الاهلي رايح يجيب البطوله لولا صلاح ومرموش كانت الكوره والمنتخب رجع الى الخلف. يا سلام. طيب اول حاجه انت تقول انا مش شمتان خالص. طبعا قصه انا مش شمتان ولا شمتان دي اصلا ما ينفعش تفكر فيها اساسا، لان انت ما ينفعش تشمت. انت زملكاوي، زملكاوي يعني المفروض نبص لك بعين الرأفة، والمفروض نبص لك بعين اللي هو الايه، نساعدك يعني، نديك حاجه لله كده يعني. لان انت زملكاوي، انت متخيل تاريخك عامل ازاي وادائك عامل ازاي وشكلك عامل ازاي. فطبيعي انت ما ينفعش تشمت يعني بص لنفسك الاول. دي اول حاجه يعني. انت لو هتشمت وانا فكرت اشمت فمش هشمت غير فيك انت، ان انت مليان عيوب يعني. تمام. بيقول لك لولا صلاح ومرموش كانت الكره والمنتخب رجع الى الخلف. ليه؟ فين منتخب مصر اصلا يعني؟ هو صلاح ومرموش موجودين مع احترامي ليهم، فين المنتخب اساسا من بعد منتخب 2010؟ من بعد منتخب 2010 شوف، بقول لك 2010 فين منتخب مصر؟ هو زيرو بطوله. فين يعني؟ اصل انت بتقول لولا صلاح ومرموش كانت الكره والمنتخب رجع الى الخلف. ما الكره والمنتخب رجع الى الخلف فعلا بصلاح ومرموش. تمام. ميدو قال كلمتين طلعوا عليه، وسيد عبد الحفيظ طلع يتكلم ويرد، وقلبنا الموضوع تحفيل. التخصص في الإدارة والكورة بقى مطلوب. يا سلام. يعني مش فاهم انت عايز ايه يعني. ما هو ميدو طلع قال كلمتين ما يتقالوش ايام كاس العالم، وكابتن سيد عبد الحفيظ رد عليه. وانا عموما ما كنتش عايز كابتن سيد يرد عليه ولا اكنه شايفه اساسا، بس رد عليه. بس التاني طلع بيخبط وبيقول اي كلام، بيقول لك اللعيبه ما بتعرفش تباصي ومالهاش في الكوره وما عندهاش اساسيات الكوره على لعيبه الاهلي. انت متخيل يعني؟ ده ما قالش كده على لعيبه الزمالك اللي هم اصلا خسروا كونفدراليه من ستيلنبوش، قال كده على لعيبه الاهلي اللي كانت في كاس العالم وخسرت هناك يعني. هنسمع لميدو يعني، ما علينا. بيقول لك ايه تاني اخر حاجه؟ افريقيا بعيده جدا والدوري المصري بقى ضعيف وبعيد لاقصى درجه. والله العظيم يا استاذ احمد ده كله بيحصل عشان بسبب الناس اللي شبهك هم الموجودين في الاعلام الرياضي. اقسم بالله بسبب الاشكال اللي يعني مش مع احترامي لشخصك الكريم، بسبب ارائك الرياضيه وفكرك الرياضي ونقدك الرياضي احنا بقينا في الحال اللي احنا وصلنا له ده. انت مش لوحدك، انت ومعظم الاعلاميين الرياضيين يعني الا من رحم ربي، انتوا السبب في تراجع الكره في مصر. انتوا طبعا ومعظم المؤسسات الرياضيه برضه في مصر، وزاره شباب بقى واتحاد كوره وما اعرفش ايه ولجنه مسابقات والكلام ده كله، انتوا السبب في التراجع ده كله يعني. بس ومع طبعا مع اللعيب مع كل حاجه يعني، في اسباب كتير جدا يعني. بس دي شويه تصريحات الاستاذ احمد سالم كنت لازم اطلع اتكلم فيها طبعا، لان انا بحس ان في ناس كده تطلع تقول كلام هي اصلا مش مقبوله اعلاميا ولا شكليا، انها تطلع تتكلم وتلقي على الناس مفيش قبول بربع جنيه، وبيطلعوا يقولوا كمان كلام يضايق غير القبول اللي مش موجود يعني. شكرا انكم سمعتوني. سلام عليكم.